أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمكم لنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي أنه سيتم ضخ 1000 طن يوميا من السكر لتغطية الطلب خلال رمضان 2024، وتوفير قرابة 6000 طن من الزيت النباتي المدعم، وإمداد الأسواق بنحو 2 مليون لتر من زيت الزيتون، إلى جانب تكليف الإدارات الجهوية للتجارة بإدارة ملف الفرينة والسميد. وكشف طرابلسي من بينها وجود خطة جاهزة لضخ 3000 طن من السكر لتغطية الطلبات الإضافية. وأشار إلى أن خطط توفير الزيت المدعم تأتي في ظل انخفاض أسعار الزيت النباتي الرفيع بنحو 4 دينارات أو بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب انخفاض عديد المنتوجات على مستوى السوق الدولية لمنتوجات السكر ومكونات الزيت النباتي. وشدد على وجود إجراءات استثنائية للتعامل مع توزيع مادة الفرينة والسميد، خاصة في ظل وجود أطراف تقوم بالمضاربة في هذه المواد المدعمة، من تكليف الإدارات الجهوية للتجارة بالتنسيق مع الولاة لتولي هذا الملف على مستوى التوزيع وتعزيز المراقبة. واعتبر طرابلسي أن منظومة اللحوم الحمراء تعاني من بعض الصعوبات في تونس، لكن وزارة التجارة تسعى بالتعاون مع عديد الأطراف على غرار شركة اللحوم إلى توريد كميات لتغطية جزء من الطلب. واعتبر أن منظومة اللحوم البيضاء توفر أسعارا مناسبة للمستهلكين في ظل الإجراءات الأخيرة اتخذها مهنيو المذابح وموزعو اللحوم البيضاء بالتفصيل، والتي قلصت هوامش الربح عند التفصيل إلى 15% بعدما كانت تتجاوز 20%، وتقليص هامش ربح بيع الإسكالوب عند التفصيل إلى 10%. وأشار إلى توفر كميات كافية من مادة البيض الذي يشهد ارتفاعا في الطلب خلال شهر رمضان تغطي الطلب وتعادل قرابة 23 مليون بيضة على شكل احتياطي و150 مليون بيضة على شكل إنتاج يومي. وأكد طرابلسي أنه سيتم مواصلة توزيع زيت الزيتون المخصص للمستهلكين ضمن البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان مع ضخ أكثر من 2 مليون لتر. وانطلقت وزارة التجارة منذ منتصف شهر ديسمبر في توزيع كميات من زيت الزيتون المعلب بسعر 15 دينار للعموم، علما وأنه تم توزيع أكثر من 3 مليون لتر من زيت الزيتون إلى حد الآن.